جيتكم بالوصفة المادلين، يجي شباب ويجي منتفخ كيما راكم تشوفوا في الصورة، ودروك غادي نقسمها باه تشوفوه من الداخل كيفاش داير. هاني جبت لكم واحد يقسم، هذا يخدم في لاباتيسري. كاينه منها. ها وين قال لكم الكسيم تاعها كيما هاك، شوفوا ها طريه، ها شاشه، ما عندي ما نحكي، الصورة تعبر عن نفسها. كاينه منها بصحتكم. تقسمها لهم، ها شوفوا الطراوه تاعها، شوف ها قول بسم الله. بسم الله. ندخلوا نقولوا بسم الله على بركه الله. عندنا مول، واللي ما عندهاش مول دير هذوك العاديين. هنا ديت هذو اللي كيسات البنات النوعيه الشابه ويجوا طوال، يعني ما يجوش جوست مع المول، فهمتوا؟ هنا عندي باسينه ديت فيها حبه بيض، ما تكون صغيره ما تكون كبيره. عندنا كاس سكر قياس تاعو تاع 250، نضرب بالكهربائي مليح مليح حتى يولي الخليط ابيض. ومن بعد نجيب الكاس تاع الحليب البنات، نحط فيه ملعقه كبيره تاع خل، فهمتوا؟ ونديروها هذه في الاول ونخلوه على جنب. هذه في الاول دوروا ملعقه خل وخلوه على جنب. ندي هنايا الكاس تاع زيت ناقص منها اسبوع، وكنت عبرتكم بالملعقه كبيره 20 ملعقه، ما تخوفوا ما والو. هذا الكاس راه يرفد 250، يعني كامل نعبروا به الحليب، السكر، الزيت. عندنا قرصه ملح، وكما قلت لكم البنات 20 ملعقه لا في الحليب ولا في الزيت، وغادي تلقاوها في صندوق الوصف باذن الله. هنا غادي نضرب كلش بالضراب الكهربائي كيما هكا خواتاتي، والمادلين يجي ما شاء الله. هنايا الذوق ديت تاع البنان، ما عنديش لافاني كملت لي هي، ودرت لافاني خدتش ضياف راهم عندي من تونس، هي كنت ندير لهم في المادلين. هنايا عندنا الفرينه، نحتاج 2 كيسان ونصف. ندير 2 كيسان الاولين تكون مغربله البنات، ومن بعد نحط 2 سواشي تاع خماره كيما هكا، نخلط مليح، ومن بعد نكمل بهذاك النص تاع الفرينه. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وردوا لي في التعليقات وشوفوا المادلين كيفاش داير. مادلين في قمه الروعه، لا في الشكل ولا في البنه. شوفوا هذاك الذوق تاع البنان موالفه ندير بالفاني، بصح كي ما عنديش درت الذوق تاع البنان خرج هايل. درت النص تاع الفرينه كيما هكا، وهنا غادي يجيكم ثقيل. راكم فاهمه خواتاتي؟ هنايا في هذه المرحله غادي يجيكم ثقيل. هنا غادي كي يجيكم ثقيل غادي نحكموا 2 مغارف تاع ماء يكونوا سخونين، يكون سخون الماء، يكون مغلي. ندو منه 2 مغارف كبار. راكم تشوفوا الخليط كيفاش يرجع بعد ما كان ثقيل ثقيل ثقيل. شوفوا كيف يرجع لنا، ماشي يكون سائل ولا يكون، شوفوا كي تديروا هذاك الحرف ولا هكا خطوط، يعني ما يكون ظاهر، يكون باين. هنايا شوفوا البنات الخليط ماهوش ثقيل عندنا بزاف، يعني الا جاكم خفيف زيدوا له فرينه، والا جاكم ثقيل زيدوا 2 مغارف مغليين تاع ماء. هنا نحكم مغرفه كبيره. هنا في كل كيس نحتاج 2 ملاعق، في كل كيس نحتاج 2 ملاعق كبار من خليط هذا تاع المادلين. صاي فهمتوا خواتاتي؟ خاطرش كاين بزاف اللي ما يعرفوش يعني كي يديروا المادلين ما يعرفوش شحال يديروا انا الوحيده اللي عطيت لكم بالملعقه، فهمتوا؟ ملعقه مليحه كامل يعرفوها البنات والمبتدئات ويولوا يديروا المادلين ويخرج لهم كيما تاعي ولا اكثر من تاعي ما شاء الله. هذه هي في كل كيس. شوفوا اذا درتوا الشيكولا ولا معجون، ونعطيكم الفكره تاع المعجونه. شوفوا اذا درتوا الشيكولا دور ملعقه كبيره الاولى، ومن بعد تحكمي الشوكولا تاع الحليبه، حتى لا بغات هذيك تاع مينا ومعليش حكمي الطرف وحطيه فيها، وعاودي ملعقه واحده اخرى فوقها. يعني عندنا 2 ملاعق، عندنا ملعقه الاولى نديروا الشوكولا والملعقه الزوجه من الفوق. والتزيين اختياري، تبغي ديري السكر، تبغي ديري كاكاو ايفيلي، كيما تحبي ديريه. تبغي تخليه كيما هكا ومن بعد ديري له معجون وديري له كيما تحبي التزيين.
هنا شوفوا خواتاتي دورت السنيوه وراني نكمل في هنايا جبت اوبتيل هذه تاع حليب شابه وكاع موالفه ندير بها. هذه ماهيش جامده البنات، ولكن كنت ديرتها غير في الفريجيدير من تحت وهي حكمت روحها. هيا دروك شوفوا ديت النصف، كل نصف نحطها فوق فوق هذاك الخليط اللي حطيته صاي. ودروك شوفوا هاني وريتكم ما شاء الله. ودروك غادي نحط ملعقه فوق هذاك الشوكولا صاي، ملعقه خواتاتي. ان شاء الله غادي تنجحوا فيه، جربوه لقهوتكم ضيوفكم، ديروه مشروع، ديروه تخرجي به تروحي به ضيفه ما شاء الله. يقطع في الحبه تاع البيض يقطع لك 12 جوست ما تحتها ما فوقها، يقطع لك 12 حبه تاع مادلين. البيضه تاعك تكون ماهيش كبيره وما تكونش ديك الصغيره، يعني متوسطه. انا عطيت لكم كامل تفاصيل تاع كامل عطيت لكم. هنا راني ندير كوكاو ايفيليك. شوفوا البنات 10000 يعطي لكم كميه ما شاء الله، وزينيها كيما تبغي. هنايا شعلت على الكوشه خليتها غير واحد شويه ايا، ودخلت البلاط تاعي. وشوفوا النار كيفاش دايره، ماهيش قاويه وماهيش ناقصه للحد، يعني فوق التنقاص هكا باه ما ينحرق لكمش المادلين وما يفيش ويجيكم خضر، فهمتوا؟ باه بالعقل هو يطلع حتى يطيب. والنتيجه هي وينه، خرج ما شاء الله، لا في اللون ولا في البنه. وجربوا، انا جربت تاع البنان خرج لي تحفه، صدقوني خرج لي تحفه. ومازال عندنا واحد الفيديو تاع لافاني، كملوا الفيديو من الاول حتى الاخير. وشفتوني كي حليت الكوشه وصورتكم للداخل ووريت لكم النار اللي يقول لكم المادلين يهبط وكي تفتحوا عليه راكم شفتوني عادي، يعني فتحت ووريت لكم وصورت الحمد لله. المهم شوفوا البنات المادلين يتكلم شباب بزاف قوه. شنو نقول خواتاتي. وكاين فيديو واحد اخر راني دايرته بلافاني ثاني خرج ما شاء الله، ومنذ سنين نديرها كما قلت لكم. ايا وهنا بالنسبه المعجون حتى نجيكم فيديو البنات كنت ذكرتها في المقادير، حتى نعطيكم واحد الفكره شابه بزاف. النهار اللي نديرها بالمعجون غادي ان شاء الله نتكلموا عليها. ايا نقول خواتاتي هنا اللي يدخل يديرنا جيم ويديرنا بارطاج هكا باه الفيديو يطلع. والحلوه اللي وعدتكم بها ان شاء الله حتى ندخلكم بها. هذا كي جاوني ضياف درتها لهم وقلت علاش ما نطلعش المتابعين هكا باه يتعلموا، ودرتها لكم بالملعقه وبالمقياس الحمد لله ناجح 100%. ايا هنا هذا تاع لافاني اني قسمتها معكم. شوفوا من الداخل شنو نقول خواتاتي، طري قطني شنو نقول خواتاتي. جربوه ما غاديش تندموا، يعني بكل مصداقيه عطيتها لكم. ونقول لكم هنايا شاهدكم في الجنه، وما تنساوش البارطاج خواتاتي وليجان. ربي يحفظكم باه نزيد نطلع لكم. ونقول لكم هنايا نلتقي في فيديو واحد اخر باذن الله، او وصفه في الطبخ باذن الله. شوفوا المادلين كيخرج ما شاء الله روعه. البنات جربوه ما تندموش. مع السلامه، باي باي.